شباب تالتة اعدادي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبتعملوا كويس في الامتحانات وكل حاجه ماشيه كويس. احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل ريفيجن على الالجبرا. لو انت ما تعرفش حاجه في المنهج او لو انت لسه مش عارف تجمعه، دي هتكون مراجعه لطيفه جدا انك تلم كل حاجه في الالجبرا. بعد اذنك انت قاعد دلوقتي على مكتب، ورقه وقلم كده معاك، وواحده واحده عشان خاطر تفهم كل حاجه. هتلاقيني كده بفصص لك المنهج. يعني ايه؟ هتلاقيني بقول لك خلي بالك النوع ده من الاسئله، وخلي بالك من النوع ده، وخلي بالك من النوع ده. تلاقيني برتب لك دماغك، شغالين بطريقه اسمها الكلاسيفايد كويستشن، يعني كل مجموعه اسئله شبه بعض بتتكرر في الامتحانات جايبها لك وقايل لك بتتحل ازاي. ماشي؟ كفايه مقدمات، يلا بينا نبدا الحصه بتاعتنا على طول، وان شاء الله تخرج فاهم ومبسوط وتجيب درجه جميله جدا في الامتحان. يلا بينا يا باشمهندس نتكلم عن اول حاجه هنحطها في الحصه النهارده، اسمها ريشيو اند بروبورشن. يلا بينا يلا بينا. بص يا دكتور، في حاجه عندك في المنهج اسمها البروبورشن. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو جيت قلت لحضرتك كده ان A و B و C و D are in proportion، ده معناه ايه؟ معناه ان ال A على B equals C على D وانا مغمض، الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع. ده معناه كده ان هم in proportion. فطالما قلت لك ان هم in proportion، من حقك تكتب الاول على الثاني يساوي الثالث على ايه؟ على الرابع equals M. بيني وبينك يلا نقول شويه مسميات. ده اسمه الفيرست بروبورشن، ده اسمه السكند، ده اسمه الثيرد، ده اسمه الفورث. في مشكله في الكلام ده؟ مفيش مشكله خالص يا مستر، ده موضوع سهل وبسيط. احنا لسه ما دخلناش في الاسئله، هتلاقيني برغي شويه في السبوره، وانقل الكلام ده معايا وهتلاقيني بقول لك المسائل وحلها على طول. طيب السبوره الجايه بقى غايه في الاهميه، very important، لا يخلو امتحان الا وفيه حاجه من الحاجات اللي هنقولها دلوقتي. طيب ما تتخضش، مش عايزك تتخض، واحده واحده. البروبورشن انا قسمته لثلاث اربع انواع بيجوا في الامتحان. يعني التقسيمه دي بتاعتي انا، مش لاقي في كتاب المدرسه، فعايزك انك تنقل السبوره وتنقل ورايا وتحفظها، وبعد كده لما تيجي الاسئله اقول لك ده النوع الاول ولا الثاني ولا الثالث طبقا للي احنا متكلمين عليه دلوقتي. طيب النوع الاول يجي لك كده يقول لك A و B و C و D are in proportion، فتقوم كاتب كده A على B equals C على D equals M، والA equals BM والC equals DM. تحفظ دول كده وتسميهم النوع الأول. لما يقول لي A و B و C و D are in proportion، هقول له ال A equals BM والC equals ايه؟ DM على طول. طيب النوع الثاني يجي لي كده يا هندسة، إن ال A على B equals 2 over 3. ال A على B equals 2 over 3. بيني وبينك ال A مش ب2 وال B مش ب3. أمال إيه يا مستر؟ إيه اللي بتقوله ده؟ ال A ب2M والبي ب 3 ام. فلما يجي يقول لي اكس على واي ايكوالز 5 اوفر 6، اقول له الاكس ب 5 ام والواي بايه؟ ب 6 ام. لما يجي لك الشكل ده قول الاي ب 2 ام والبي ب 3 ام. ماشي؟ وده نوع تاني بيتكرر كتير قوي في الامتحانات. تعال النوع الثالث بقى يجيب لك ايه اوفر 4 بي اوفر 3 سي اوفر 5. اي ارقام واي حروف، ممكن يجيب لك اكس واي زد ال ام ان اي بي سي، مش هتفرق. فبنعمل ايه؟ كل حرف يساوي الرقم اللي تحتيه مضروب في m. يبقى ال A equals 4m، ال B equals 3m وال C equals 5m. خد سكرين شوت من السبوره دي، قلت لك نوع 2 3، في نوع رابع هنقوله في المسائل، واستنى على دي هقولها كمان شويه. خد سكرين شوت دلوقتي، انقل السبوره دي عندك لو سمحت، تبقى قدامك ورقه فيها الكلام ده، عشان هقول لك خلي بالك بص لي على النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث. ماشي؟ ماشي يا مستر، يلا بينا نبدا، يلا بينا نبدا المسائل بتاعتنا. اول مساله معانا يا هندسه، ثانيه واحده كده خليك معايا. اول مساله معانا بتقول ايه؟ بتقول لي find the fourth proportion، يعني هات لي البروبورشن الرابع. حلو، ما بين النمبرز 3 و5 و6. يعني هنا في رقم رابع انا ما اعرفوش، اللي ما تعرفوش سميه، هسميه اكس. ماشي يا مستر؟ يعني الارقام بتاعتي 3 و5 و6 واكس، انا سميته اكس. عايز الفورث يعني عاوز الرابع. انت قلت لنا يا مستر ان لو هو عايز الفورث بروبورشنال او اتكلم ان هم بروبورشنال بتعمل ايه؟ الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع. يعني 3 على 5 ايكوالز كام؟ 6 على الرقم اللي معرفوش وسميته اكس. تعرف تجيب لي الاكس؟ اه طبعا. الاكس نعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن، ده في ده على ده، يبقى 6 تايمز 5 اوفر 3 which is كام؟ 10، تطلع ب 10. يبقى مساله لطيفه جدا، ممكن تيجي لك تشوز
ممكن تيجي لك مساله كبيره على حسب الامتحان بتاعك يجي عامل ازاي. يبقى find the fourth proportion يعني عاوز البروبورشن الرابع. ادي 1 2 3 الرابع ما اعرفوش، سميه اكس سميه واي سميه اي حاجه، وقلت الاول على الثاني ايكوالز الثالث على الرابع، ف 3 اوفر 5 ايكوال 6 اوفر اللي ما اعرفوش اللي سميته اكس. كروس مالتيبليكيشن كل اتنين في وش بعض مالتبلاي بعض ديفايدد الايه الثالث. 6 تايمز 5 اوفر 3 تديك 10 على طول. ودي اول مساله خلصت يا هندسه. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ ركز معايا. بيقول لي A و B و C و D are proportion. ده النوع الاول. A و B و C و D are proportion وسكت تكتب الاولانيه على طول النوع الاول. فاكر انت المفروض دلوقتي تبقى قدامك البورد قدامك الورقه، لو مش قدامك ارجع اكتبها بلاش كسل وتعال. A على B equals C على D equals M. ده النوع الاول اللي احنا متفقين على بعض، متفقين عليه مع بعض. السي equals دي ام على طول كده وانا مغمض، سي equals دي ام ماشي يا مستر، والاي equals بي ام. دول القوانين اللي هخش بيهم المساله بتاعتي. جم منين؟ جم من النوع الاول. طب ماشي، السي equals دي ام والاي equals بي ام. عاوز يثبت ان ده قد ده. كابتن مش هنا علامه الايكوال؟ ناحيه الشمال هسميه ليفت هاند سايد. ادي ليفت هاند سايد ايكوالز، اكتبوا تاني في ورقه الامتحان B بلس A اوفر A. في مشكله؟ لا. يلا بينا نعوض. شيل البي وحط مكانها، انت عندك قانون للبي؟ لا ما بشيلش البي، سيب البي بلس شيل الاي حط مكانها بي ام. تحت شيل الاي حط مكانها بي ام. عرفت منين يا مستر ان اشيل الاي واحط بي ام؟ ما انا حافظ الشكل ده وبكتبه وبحفظ قوانينه فبروح اعوض. البي مالهاش عندي قانون، بسيبها. بشيل الاي واحط مكانها بي ام، واشيل الاي اللي تحت احط مكانها بي ام. ملاحظ حاجه؟ البي فوق متكرره، طالما متكرره اسحبها لي كومن فاكتور بره كده، البي تتسحب كومن فاكتور. افتح براكت. شلنا البي ما تسيبش مكانه فاضي، حط مكانه 1 بلس شلت من هنا البي تسيب مكانه مين جنبه؟ ام، وتحت في مين زي ما هو؟ بي ام. بالسلامه البي تسافر مع البي، يبقى الاجابه بتاعتي في الليفت هاند سايد 1 بلس ام على مين؟ على ام. شكرا. الليفت هاند سايد مع السلامه. هات لي الرايت هاند سايد. يعني ايه رايت هاند سايد؟ يعني الناحيه اليمين. يلا بينا اكتبها. رايت هاند سايد اللي على ايدي اليمين. اكتبها كده في ورقه الامتحان، دي بلس سي على سي. يلا بينا. انا الدي ملهاش عندي قانون، سيبها زي ما هي. ماشي يا مستر. بلس شيل السي وحط مكانها دي ام. شيل السي تحت وحط مكانها دي ام كمان. يلا بينا يلا بينا. دي متكرره فوق، اسحب الدي كومان فاكتور. ادي دي تتسحب كومان فاكتور. افتح براكت. شلنا الدي ما تسيبش مكانها فاضي، حط مكانها ايه؟ 1 بلس شلنا الدي سيبنا مين جنبها؟ ام على مين تحت خالص؟ دي ام. تك تك الدي تسافر مع الدي، سيبنا مين هناك بقى؟ واخد بالك؟ 1 بلس ام على ام، يعني رايت هاند سايد بقى 1 بلس ام على ام. خلاص كده انا اثبت. مش الليفت هاند سايد 1 بلس ام على ام؟ رايت هاند سايد 1 بلس ام على ام. يبقى الليفت هاند سايد ايكوالز رايت هاند سايد. ده اول نوع من المسائل. خلاص خلصنا. التركه انك تعرف ان القانون ده، تعرف النوع ده انهي نوع وتكتب القانون بتاعه بس كده. خش على السؤال اللي بعده. النوع ده انا حافظه صم، حافظه جدا. ايه يا مستر يعني ايه؟ يعني ده النوع الثاني كاتبه لك عندك في البورد بتاعتك على طول. الاكس بتاعتي اول ما بشوف الشكل ده ايكوالز ايه؟ 2 ام على طول، والواي ايكوالز كام؟ 3 ام. وانا مغمض بقى ما تعبش دماغي. فاين ذا فاليو في الكلام ده. ماشي يلا. ادي 3 هشيل الاكس واحط مكانها 2 ام. مفيش حاجه بينهم يبقى في تايمز 2 ام بلس ال2 تنزل، مفيش حاجه بينها وبين الواي يعني في تايمز. شيل الواي حط مكانها 3 ام. ماشي يا مستر. تحت 6 تنزل، شيل الواي حط مكانها 3 ام ماينس شيل الاكس وحط مكانها مين؟ 2 ام. يلا بينا نظبط بقى. 3 في 2 6، 2 في 3 6، يبقى ايه ايكوالز 6 ام بلس مين؟ 6 ام كمان على دول كام؟
6 تايم 3 ما تعملش بدماغك اي حاجه في الامتحان، كله بالكالكليتر، بتطلع 18 ام ماينس 2 ام. يلا بينا. 6 بلس 6 يعني 12 ام فوق. 18 ماينس 2 تديك 16 ام. تك تك الام تطير مع الام، يتبقى مين؟ 12 اوفر 16. تكتبها على الكالكليتر، الكالكليتر هتقسم على 4 فوق والاربعه تحت، تطلع الاجابه بتاعتك 3 على 4. ما تشغلش بالك باللي انا قلته، طاير الام مع الام، 12 على 16 3 على 4. صعبه؟ لا، بتيجي زي ما هي ما كانش بنفس الارقام كمان. احفظ الشكل يا باشمهندس واشتغل بالقوانين بتاعته يا دكتور يا محترم. خش لي على السؤال ما فهمش دي، خش على السؤال اللي بعده. عادي انا معاك لحد ما تفهم ان شاء الله وتقفل الامتحان بتاعك. مستر ان نقطتين دول انا حافظهم من 6 ابتدائي، شيلهم وحط مكانهم الايه؟ الفراكشن. يعني عايز يقول لي ان الاكس على واي ايكوالز كام على كام؟ 2 على 3. ده النوع الثاني يا مستر، انت كتبته تحت هنا على اليمين صح. يلا قول معايا، الاكس بتاعتي بكام؟ 2 ام. ها الواي ايكوالز كام؟ 3 ام. شكرا يا هندسه. خلاص خلصنا ازاي يا مستر؟ ما طالما عرفت المساله وكتبت القانون الباقي ده لعب عيال. يلا شيل، اكتب الثلاثه، شيل الاكس حط مكانها كام؟ 2 ام بلس 2. شيل الواي حط مكانها 3 ام على شيل الواي حط مكانها 3 ام ماينس شيل الاكس حط مكانها ايه؟ 2 ام. بس كده. تعرف بقى تجمع؟ طبعا. دي كده 6 ام ماشي يا مستر، بلس دي كده 6 ام كمان ماشي يا مستر، على 3 ام ناقص 2 ام بكام يا هندسه؟ ب1 ام. مستر ليه ما كتبتش الواحد؟ ما بنكتبهاش. طب لو كتبتها غلط، طب لو كتبتها نقص، ما بنكتبهاش. ما تحكيش كتير، ها؟ ما بنكتبهاش. انا وانتم والدنيا اتفقنا ما نكتبش ال1 هنا. زي بالظبط ما دي كده اسمها سبوره، ما اسمهاش مثلا تورته. احنا اتفقنا على كده، فاتفقنا في الماس ما بنكتبش ال1 تحت، فبلاش ايه الاسئله دي. طيب يلا بينا. 6 ام زائد 6 ام كام؟ 12 ام على مين؟ على ام. بالسلامه الام تسافر مع الام، الاجابه تبقى 12. بس كده. في مشكله؟ مفيش مشكله خالص. كلام سهل وجميل وبسيط وعسول جدا جدا جدا. طيب خش على السؤال اللي بعده. ده بقى احنا خلاص زهقنا بجد، يعني نفس الفكره بنفس الطريقه بتتكرر في الامتحانات. A على B equals 2 على، بيني وبينك كده الاثنين دي كانها على ايه؟ على 1. من الحاجات اللي ما بنكتبهاش برضو. طيب يبقى ال A equals 2، لا ال A equals 2M وال B equals 1M، يعني امايه واحده ما بنكتبش ال1. تعرف تجيب لي الفاليو بتاع الكلام ده؟ طبعا. يلا ال 8 ملتبلاي، شيل ال A حط مكانها 2M بلس 5، شيل ال B حط مكانها امايه، في واحد بيعمل كلاكس تحت مالناش دعوه بيه، 7. شيل ال A حط مكانها 2M ماينس 2، شيل البي حط مكانها امايه. يلا بينا بقى نجمع بدماغنا او بالكالكليتر. 8 في 2 ب 16 بلس 5 ام على دي كده 14 ام ماينس 2 ام. يلا بينا نجمع فوق ونجمع تحت. 16 زائد 5 على طول ب 21 ام. 14 ناقص 2 ب 12 ام. تك ام تسافر مع الام. الكالكليتر تقسم لي فوق على الثلاثه وتحت على الثلاثه، فالاجابه بتاعتك تطلع 7 على 4. ما تشغلش بالك، اكتب 21 على 12 بالكالكليتر تطلع 7 over 4. شكرا مع السلامه. المساله خلصت وكده. اعتقد النوع الثاني احنا بقينا جامدين فيه، صدقني هيجي لك مساله منه في الامتحان. النوع الثالث والشكل الثالث انا عارفه يا مستر، انت كتبته لنا هنا في نص السبوره، لو انت ما نقلتهاش لو سمحت ده لمصلحتك، ارجع انقل الكلام اللي بقوله بعد اذنك. يلا الشكل ده انا حافظه. الاكس ايكوالز كام على طول؟ 3 ام. والواي ايكوالز كام يا باشمهندس؟ 4 ام. والزد ايكوالز كام يا هندسه؟ 5 ام. عاوز يعمل ايه؟ يثبت. طالما هيثبت يبقى همسك ليفت هاند سايد ايكوالز رايت هاند سايد. خلاص وانا مخمط. مش دي الليفت هاند سايد؟ اشتغلها. ادي ليفت هاند سايد. طول ما انا كاتب القانون صح ما اخافش من حاجه. الاتنين تنزل. شيل الواي حط مكانها 4 ام اهي. جت منين؟ اهو الواي ب 4 ام. يلا ماينس. شيل الزد حط مكانها 5 ام على
ال 3 تنزل، شيل الاكس حط مكانها 3 ام ماينس 2، شيل الواي حط مكانها 4 ام، طبعا في تايمز هنا، بلس شيل الزد حط مكانها مين 5 ام، واحسب ده كده لو سمحت واحده واحده. 2 في 4 8 ام ماينس 5 ام على 3 في 3 مش ب6 ما تحسبهاش بدماغك ب9 ام ماينس 2 في 4 8 ام بلس 5 ام. بلاش تطير حاجه مع حاجه وفي بلس او ماينس، واحده واحده ما تستعجلش. 8 ناقص 5 كام؟ 3 ام على واحده واحده 9 ناقص 8 زائد 5 على الكالكليتر هتديك 6. ازاي؟ 9 ناقص 8 بواحد، 1 زائد 5 تبقى 6 ام. تكتك ام تطير مع الام. 3 على 6 اللي هي مين؟ اللي هي الهاف. الله، طب ما ده ايكوالز مين؟ الرايت هاند سايد، واخد بالك؟ يبقى انا كده اثبتت ان الناحيه دي ايكوالز ايه؟ الرايت هاند سايد ايكوالز الهاف بتاعتي. خلاص خلصنا. وده الشكل التالت فيري امبورتنت، مفيش امتحان مش هيجي فيه شكل من التلاته ما كانش شكلين كمان مع بعض. فخلي بالك من التفاصيل اللي انا بقولها دي عشان مهمه، صدقني بتضمن لك درجات كتيره جدا في الامتحان وبتبقى سهله. اظن كده النوع الاول اتفهم، النوع الثاني اتفهم، النوع الثالث خدنا عليه مساله، في مساله كمان رخمه، تعالى ناخدها مع بعض. دي لا مش دي، استنى، فين اللي قبلها؟ هي دي. تعال ناخد المساله دي، رخمه شويتين، رخمه شويتين. عاوز الفاليو بتاعت الكي، ما تتخضش وما تخافش وما تعيطش، واحده واحده. انت عارف الشكل ده ان الاكس بتاعتك ايكوالز كام؟ 2 ام، والواي بتاعتي بكام؟ 3 ام، ها، والزد ايكوالز كام يا هندسه؟ 4 ام. مستر ده عاوز الكي. لو انا مثلا عاوز الاكس، تعالى كده على جنب، لو انا عايز الاكس لازم حاجه تساوي حاجه، فاروح اعمل شويه بلس وماينس وكده واجيب الاكس بكام، صح؟ هو عاوز ايه؟ عاوز الكي اللي في الناحيه دي. طب ما لازم الناحيه دي تساوي حاجه، واروح اشتغل بلس وماينس وملتبلاي وديفايدد واجيب الكي تاني. لو انا عندي مثلا اكس 3 اكس مثلا، عايز اقول لك الاكس بكام، تقول لي يا مستر يعني ايه الاكس بكام؟ ما هو لازم الكلام ده يساوي رقم او مجموعه من الارقام، مثلا سي 7 8 9، فابتدي اشتغل. فانت هنا الكي محشوره هنا، فلازم اساوي ده بحاجه عشان اجيب الكي بكام. دي حقيقه. طيب تحب نساوي ده بمين فيهم؟ انا بصراحه احب اساويها بالاول اللي هنا ده، اللي هو التالت يعني. ليه؟ انا حر، لو سويتها بالتاني غلط هتطلع نفس الاجابه، التالت غلط تطلع نفس الاجابه، الرابع مفيش رابع. طيب هساوي دي بدي، يلا بينا نكتبها، يلا بينا. يبقى زد اوفر 4 ايكوالز 2x minus y plus 5z اوفر 3k. انا محتاج الكي. مستر ما انت معكش حاجات كتير. لا 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 لا، معايا الاكس، معايا الواي، معايا الزد. يلا شيل الزد حط مكانها 4m، تحت في مين 4 تساوي. يلا شيل الاكس حط مكانها 2m، 2m تايمز 2 على طول بقى بدماغنا، 2m تايمز 2 تدي كام؟ 4m ماينس شيل الواي حط مكانها 3m بلس 5 تايمز زد، الزد 4، 5 تايمز 4 20m، تحت في مين 3k، ولا تهمني ولا تخوفني. يلا بينا واحده واحده معايا. الام، لا مش الام، الاربعه تسافر مع الاربعه، يتبقى مين؟ امايه هنا. ماشي يا مستر، اوكي. هنا في مين؟ 4 ماينس 3 بلس 20 على الكالكليتر. 4 ماينس 3 1، 1 بلس 20 20 1 ام على 3k. شايف دي كده؟ هنعرف نجيب منها الكي ازاي؟ تعالى هناك كده اقول لك. تعالى على جنب كده مع بعض، اكتبها تاني عشان تبقى شايف. ام ايكوالز 21 ام على 3k. تعرف تعمل كروس مالتيبليكيشن؟ يلا دي هتتضرب في ال1 يبقى 21 ام ايكوالز، والام تتضرب في ده يبقى 3k تايمز ام. صح كده؟ صح يا مستر. عملت كروس، ده يتضرب في ولا حاجه يجي هنا، والام تتضرب في ده اهو يبقى 3k تايمز ام. يلا بينا. الام هنا بالايه؟ بالتايمز، وال3 هنا بالايه؟ بالتايمز. طب واحده واحده. الام هنا بالتايمز، تروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايدد اهي.
سيبنا مين هنا غلبان؟ 3K. الام تك تك مع الام يتبقى مين؟ 21 ايكوالز كام؟ 3K. الثرينا بالايه؟ ما تقولش بالبوزيتيف، الثرينا بالتايمز لازقه في الكي، ماسكه في الكي، تروح بالايه؟ بالديفايدد، يعني الكي ايكوالز 21 اوفر 3، يعني الكي بكام؟ ب7. صعبه؟ لا مش صعبه، انت هتلاقي نفسك فاهم دي كويس وفاهم دي كويس، هتبتدي تهنج من اول الحته دي كده. هقولها لك. عملت كروس مالتيبليكيشن 21 ام في 1 تنزل، الام تتضرب في 3K، الام اتضربت في 3K، الام بالتايمز تروح بالديفايدد، ام تطير مع ام اتبقى هناك مين؟ 3K، يبقى 21 ايكوالز 3K، 3 هنا تيجي بالديفايدد، يبقى الكي بتاعتي بكام؟ ب7 على طول. مسألة مهمة وحلوة وجميلة وعسولة جدا بتتكرر في الامتحانات. طيب واحدة كمان من نفس شكل يا مستر، يلا بينا. بيقول لي ايه على 3 ايكوالز بي على 4 ايكوالز سي على 5. انا الشكل ده حافظه بجد، يعني حافظه جدا جدا جدا. طبعا في ناس بتحلها ببروبرتي 5، بس انا بحب احلها بالطريقه اللي قلتها لك دي. الاثنين موجودين في كتاب المدرسه وبيتحلوا بالطريقتين. انا بحب الطريقه دي، اسهل وامتع بالنسبه للطلبه. على طول الاي بتاعتي بكام؟ ب 3M، والبي بتاعتي بكام؟ 4M، والسي بتاعتي بكام؟ 5M. خلاص انا حافظ. عايز الفاليو بتاع الكلام ده؟ يلا بينا. 2 تايمز شيل البي حط مكانها 4M، ماينس شيل السي حط مكانها 5M. ايه لعب العيال ده؟ مش عارف انا، بتوع تالتة اعدادي دول متدلعين خالص خالص. ها يلا. 3 تايمز شيل الاي حط مكانها 3M، ماينس 2 شيل البي حط مكانها 4M، بلس شيل السي حط مكانها مين يا هندسه؟ 5M. خلاص المساله هنا انتهت. 2 في 4 8M، ماينس 5M على 3 في 3 مش ب6 قلنا 9M، ناقص 2 في 4 8M، بلس 5M. واحدة واحدة بقى وعلى الهادي خالص. 8 ناقص 5 3M، ماشي. 9 ناقص 8 1، 1 زائد 5 6M. شكرا. M تطير مع M، 3 اوفر 6 بهاف. جميل جميل. دي كان حلنا شبهها بالبروف اللي هي ليفت هاند سايد ايكوالز رايت هاند سايد. امتى يا مستر احط ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، وامتى اشتغل عادي؟ هو هنا بيقول لي فايند ذا فاليو، مفيش ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد. لكن لما يقول لي بروف ان ده يساوي ده، بمسك ليفت هاند سايد ورايت هاند هاند سايد. ماشي تمام، جميل جدا ومساله حلوه ولطيفه. المساله الجايه دي بقى هي نوع رابع، انا ما كنتش كاتبه على البورد، من المسائل المهمه والجميله واللي تهمك قوي. قبل ما اخش المساله استاذنك نتعلم سكيل كده، مهاره لطيفه عايزك تبقى عارفها. هقولها لك بطريقتين، اختار اللي يعجبك. لو عندي 3x تساوي 4y، وجيت طلبت منك x على y بكام، بص بتتقال ازاي. مش ال3 دي جنب الاكس؟ بتتكتب في وشها. فين وشها؟ تحت اهو، يبقى التلاته تتكتب هنا. الاربعه دي جنب الواي تتكتب في وشها. فين وشها؟ اهو. تمام تمام. يعني لو جيت قلت لك 2x تساوي 5y، وجيت طلبت منك y على x، تقول لي سهله. الاتنين جنب الاكس تتكتب في وشها، والخمسه جنب الواي تتكتب ايه؟ في وشها هنا تحت. دي بتيجي في اللي تشوز، لازم تبقى عارفها كويس. دي بتيجي في اللي تشوز، لازم تبقى عارفها كويس جدا. في طريقه تاني بص عليها بصه سريعه. يقول لك 3b equals 4a، عايز ايه على b؟ بيقول لك ان الاي تاخد التلاته والبي تاخد الاربعه. دي طريقه ودي طريقه. يعني لو مثلا عندي 6a تساوي 7b، وجيت طلبت منك b على a، البي تاخد الستة والاي تاخد السبعة. في عيال بتحب الطريقة دي، في عيال بتحب الطريقة التانية. انا ما يفرقليش تحب انهي، يفرق لي تحل صح وتبقى بتفهم وتجيب الدرجة صح. تمام. طيب ماشي، يلا بينا نخش على المسألة دي بقى يا هندسة. المسألة دي رخمة جدا، مش رخمة صدقني، بس يعني العيال ما بتحبهاش فمعلش. المسألة جاية لي بالشكل ده كده، بيقول لي عايز الايه على بي. المسألة دي انا بحب اسميها الكروس مالتيبليكيشن. انا بحب اسميها كده كروس مالتيبليكيشن على طول. فور دي تتضرب في ده كله، والاربعه تتضرب في ده كله. يلا بينا نعمل كده، يلا بينا.
التلاتة تتضرب في ده يبقى 3 مضروبة في 6b ماينس a. مش عايزك تتوه مني وسط المسألة. الأربعة تتضرب في ده كله يبقى 4 مضروبة في مين يا هندسة؟ 2a بلس 3b. ماشي يلا بينا. ال 3 ملتبلاي البراكت مضروبة في الأول ولا في التاني ولا في الاتنين؟ في الاتنين. يبقى ال 3 تتضرب هنا مرة وهنا مرة. 3 تايمز 6 18b ماينس 3 تايمز a 3a عادي خالص. يعني دي تتضرب في الأول ولا التاني ولا الاتنين؟ الاتنين طبعا. 4 تايمز 2a 8a بلس 4 تايمز 3b بكام؟ 12b. لما تلاقي البيهات والايهات بعاد عن بعض ودي الاي للاي والبي للبي. تاني لما تلاقي الايهات والبيهات او الاكسات والوايات بعيد عن بعض ودي الاكسات للاكسات والوايات للوايات، او ودي الاي للاي والبي للبي. انا هسيب هنا البي. بص كان مستر يعمل ايه؟ هيحط هنا البيهات ويحط هنا الايهات. ماشي يا مستر. هسيب البي عشان دي خانه البي. انا اخترت كده يا عم، انا هسيب البي هنا. يجي مين بالنيجاتيف للخانه بتاعتي هنا؟ نيجاتيف 12b ايكوالز. انا اخترت اسيب هناك الايهات فهسيب ال 8a هناك. يجي لها مين بالبوزيتيف؟ بوزيتيف 3a. حلو يلا بينا. 18b ماينس 12b بكام يعني؟ فكرني كده 6b. ماشي يا مستر. 8 بلس 3 كام يا هندسه؟ 11a. عملت ايه يا مستر؟ لا عادي، انت عارف الملتبلاي دي مش عيدها انت في الفيديو. طيب هنا البي والاي متنطورين في المساله، فهجيب البيهات للبيهات والايهات للايهات. 18 بي هسيبها يجي لها اختها هنا بي، اختها دي بالبوزيتيف تيجي هنا بالايه؟ بالنيجاتيف. سيبنا مين هناك؟ 8a. ماشي. يجي لها مين بالبوزيتيف؟ 3a. بس كده. 18 ماينس 12 6. 8 بلس 3 11. ماشي. هو عاوز ايه؟ a على b. هكتبها تاني 6b equals 11a. هو عاوز a على b. a على b. بص كنت بقول لك ايه؟ الرقم اللي جنب البي يتكتب في وشه فوق، الرقم اللي جنب الايه يتكتب في وشها تحت. بس كده. يبقى الايه على بي 6 على ايه؟ على 11 على طول وانا مغمض. ده كده البارت الاولاني من الحصه. روح اشرب بق ميه، اشرب عصير، اعمل اللي انت عاوزه في نص دقيقه. ما يعني تستعبلش. وناخد لنا كمان بريك، هشرب انا في نص ساعه، انت مش هتحس بالوقت. تمام. وجاي لك تاني على طول. دلوقتي هنخش على نوع تاني من المسائل لطيف جدا وبسيط جدا وبيجي في الامتحانات. هقول لك فكرته وهقول لك ازاي تتعرف عليه وازاي كمان تحله بمنتهى البساطه والسلاسه. يلا بينا نتكلم عن حاجه اسمها الكونتينيود بروبورشن. ثانيه كده خليك معايا، نرجع للسبوره اللي انت ما نقلتهاش ونيجي تاني. الكلام اللي هقوله ده لو قال لك في الامتحان continued proportion، لو قال ايه؟ continued proportion اللي هي المستمر يعني. لو قال لي A و B و C are in continued proportion، حلو الكلام؟ جميل. ده معناه ان A على B equals B على C، الاول على التاني equals التاني على التالت. وهنا فكرة الكونتينيود ان اللي في النص بيتكرر، ان بص كده الاول على التاني ايكوالز التاني على ايه؟ على التالت. خلي بالك دي تبع دي عشان ما تتلخبطش بس كده. تمام. طبعا ده بنسميه الاول وده بنسميه التاني، ده بنسميه بديهيات يعني. البي هنا بنسميه الميدل بروبورشن. بنسميه ايه؟ الميدل بروبورشن. لو جه طلب مني في الامتحان اجيب الميدل بروبورشن، بعمل ايه؟ الميدل بروبورشن ليه قانون بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاول في التالت. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم حاجه. تعال اقول لك كده في سبوره جديده. لو انا مثلا عندي 4 و9 وجيت طلبت منك في الامتحان الميدل بروبورشنال بينهم، هات لي الميدل بروبورشن. تقول لي عادي الميدل يساوي بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاول في التالت. ما هو طالما انا عايز الميدل يبقى ده الاول وده التالت، صح؟ تمام. يبقى دي 4 مضروبه في كام؟ في 9. يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف على طول وانت مغمض 6. ساعات بقى في الامتحان يقول لك هات لي البوزيتيف ميدل او البوزيتيف فاليو بتاعت الميدل. ساعتها تقول ايه؟ بوزيتيف 6 بس. طب عايز النيجاتيف فاليو تقول له نيجاتيف 6. طب ما قالش يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف. يبقى لو اداك رقمين وعاوز الميدل تقول له سهله، الميدل بوزيتيف اور نيجاتيف روت الاول في الثالث على طول وانت مغمض. طب مين عرفني ده الاول وده الثالث؟ ما انت عبيط، ما هو عايز الميدل، فاكيد واحد فيهم الاول وده الثاني. طيب واحد الاول واحد الثالث. طيب
هقول لك ايه تاني بس كده. طب لو جه في الامتحان قال لي A و B و C are in proportion مش continued بقى proportion وسكت، برضه هتعمل A على B equals B على C، لان هما 3 فمحتاجين واحد رابع يكملهم، فطالما هما 3 قال proportional يبقى continued، يبقى النوع ده اسمه ايه؟ continued proportional، اللي في النص بيتكرر عشان تجيبه بوزيتيف والنيجاتيف روت الاول في التالت. مش ده الموضوع قوي. تحفظ بقى معايا القوانين دي يا مستر مين؟ تحفظ معايا بقى قوانين يا دكتور، تحفظ مع المستر. يعني لو جه قال لي A و B و C are in continued proportional تكتب له دي A على B equals B على C، شكرا. وتقول معايا كمان ان ال A equals CM باور 2 وال B equals CM ليها اثبات مش هقوله دلوقتي، احنا في المراجعات يعني. ال A equals CM باور 2 وال B equals ايه؟ CM. احفظها ان ال A و B و C are in continued proportional، يعني ال A equals CM باور 2 وال B equals ايه؟ CM. طب لو قال لي A و B و C و D are in continued، خلي بالك are in proportion حاجه و are in continued proportion حاجه تاني. قال لي in continued proportional يبقى ال C equals DM وال B equals DM باور 2 وال A equals DM باور 3. ليها اثبات؟ طيب تحب اقول لك نحفظها ازاي؟ تعال اقولها لك عشان برضو ما بقاش تعال. لو انا عندي ايه، معلش الرغي اللي انا برغيه ده مهم. لو جيت قلت لك ان دول كونتينيود تقول لي ايه؟ A على B equals B على C. اقول لك طريقه حلوه تحفظ بيها. مش البي تبعد خطوه واحده عن الام، يعني البي equals CM. طبعا دي طريقه للتحفيظ مش الاثبات بتاعها. الاي تبعد كام خطوه؟ خطوتين، يعني الاي equals CM بس باور ايه؟ باور 2 عشان تبعد كام خطوه؟ 2. يبقى البي equals CM والاي equals CM باور 2. ماشي. طيب لو جه قال لي A و B و C و D A و B و C و D are in continued proportional، سهل. يبقى A على B equals B على C، لازم تتكرر equals C على D equals M. يلا يبقى C equals DM، تبعد خطوة واحدة. البي تبعد خطوتين، يعني البي equals DM باور 2. خلي بالك دي طريقة انا اسهلها لك للحفظ، ده مش الاثبات. والاي تبعد 3 خطوات، يعني الاي equals DM باور ايه؟ باور 3. بس كده. جالك دي، ودي غالبا ما بتجيش كتير. جالك دي يا باشا، رصص القوانين، خش على طول في المسائل. المسائل بتيجي ازاي؟ قبل ما اقول لك المسائل بتيجي ازاي هستأذنك يعني في فيديو هيظهر فيه لينك دلوقتي، هيظهر فوق، لو سمحت روح دوس عليه، اتعلم سكيل الكومن فاكتور وتعالى نتكلم مع بعض. دلوقتي تروح تبص على سكيل الكومن فاكتور ونتكلم مع بعض. طيب هعتبرك رحت وهعتبرك شفت، وتعالى معايا بقى يا دكتور. بيقول لك if B is a middle proportional between A and C. middle proportional يعني دي continued، وانا مغمض اقول له A على B equals B على C equals M، وحافظ القانون يا مستر ان ال B equals CM وال A equals CM باور 2. قوانين غاية في الأهمية. في مشكلة؟ لا. طلب مني اثبت ان ده قد ده، left hand side و right hand side. يلا بينا. هكتب المسألة تاني، ده كده left hand side equals 2c باور 2 minus 3b باور 2 على 2b باور 2 minus 3a باور 2. يلا بينا. عوض. ال2 تنزل زي ما هي. هل بشيل السي واحط حاجه؟ لا، دي سي باور 2 عادي خالص. ماينس ال3 تنزل، البي هشيلها، البي عليها باور 2، شيل البي حط مكانها مين؟ سي ام على ال2 تنزل، شيل البي حط مكانها مين؟ سي ام اهي القانون بتاعها. ماشي. ماينس 3 ادي باور 2، شيل الاي حط مكانها مين؟ سي ام باور 2. يلا بينا. نعمل ايه بقى؟ انت دلوقتي المفروض حافظ، لما رحت اتفرجت على الفيديو انا قلتها هناك، وزع الباور. يلا بينا نوزع. واحده ال2 تنزل، سي باور 2 تنزل، ماينس ال3 تنزل، وزع الباور تبقى سي باور 2 ام باور 2 على
هنا ال2 تنزل، وزع الباور تبقى ايه؟ سي باور 2 ام باور 2 ماينس 3 تنزل، وزع الباور تبقى سي باور 2 ام باور كام؟ باور 4. سي باور 2 ام باور 4. لو سمحت روح اتفرج على الحته دي وتعالى لو انت مش فاهم الكلام ده. يلا القاعده بتقول لي اسحب كومن فاكتور. طب نسحب كومن فاكتور ازاي؟ في قاعده لطيفه جدا، لو الحرف اتكرر اسحب الباور الاصغر. لو الحرف اتكرر اسحب الباور الايه؟ الاصغر. هل السي باور 2 اتكررت؟ ماشي، اسحب السي باور 2. هل الام اتكررت؟ لا ما تسحبهاش، انا بتكلم فوق. لما سحبنا السي باور 2 بقى مين؟ 2 ماينس، لما سحبنا السي باور 2 بقى مين؟ 3 ام باور 2 على الحرف اتكرر اسحب الباور الاصغر. السي باور 2 متكرره اسحبها. الام متكرره ام باور 4 وام باور 2 اسحب الباور الايه؟ الاصغر اللي هو مين؟ ام باور 2. لما نسحب السي باور 2 والام باور 2 تبقى 2 ماينس، سحبنا السي باور 2 الام باور 4 سحبنا منها 2 اتبقى 2 بقت 3 ام باور كام؟ 2. يلا تك تك، وده كله بالسلامه مع ده كله، ما سيبناش حاجه فوق، سيبنا 1. سيبنا مين تحت بقى؟ ام باور 2. خلي بالك ده مين؟ ده مين؟ ده الليفت هاند سايد. لسه بقى ناخد الايه؟ رايت هاند سايد. تمسك رايت هاند سايد، هستأذنك امسح الحته دي. امسك الرايت هاند سايد يا هندسه. فين الرايت هاند سايد؟ اهو. امسك الرايت هاند سايد. رايت هاند سايد هنكتبه مع بعض. اكتب تاني رايت هاند سايد، ما تكسلش في الامتحان. ايكوالز سي على ايه؟ فاكر بقى السي ما بشيلهاش واحط حاجه، السي بسيبها زي ما هي. شيل الايه وحط مكانها سي ام باور 2. تك تك، ما سيبناش حاجه فوق، سيبنا 1. تحت اتبقى مين؟ ام باور 2. هقول له زيرفور، اكتب بقى في الامتحان زيرفور ليفت هاند سايد ايكوالز رايت هاند ايه؟ هاند سايد. شكرا. مساله لطيفه وحلوه وبتتكرر، مشهوره جدا. ما فهمتش دي قوي؟ خش على السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ A و B و C are in continued proportion. ماشي يا مستر، are in continued proportion. سمع قوانين، سمع قوانين على طول. يعني ايه على B equals B على C على طول equals M. قول معايا ال B equals CM، وال A equals CM باور 2. حافظهم هتحل مسألتك. امسك الليفت هاند سايد. يعني انا مش هكتبه تاني بصراحة. بشيل ال A واحط مكانها CM باور 2. هي عليها باور 2 انت حاطط باور 2 بلس. شيل البي حط مكانها سي ام. ازاي؟ ما هو على شيل البي هي طبعا باور 2 حط مكانها سي ام بلس. السي ما بشيلهاش واحط حاجه تفضل سي باور 2. وزع الباور. وزع مش وزع، لا وزع الباور. ماشي، تبقى سي باور 2 تصدق حلوه ام باور 4 بلس سي باور 2 ام باور 2 على سي باور 2 ام باور 2 بلس سي باور 2. القاعده بتقول لك طول ما الحرف اتكرر اسحب الباور الاصغر. هل السي باور 2 هنا متكرره؟ اسحبها. هل الام متكرره؟ اسحب الباور الصغير. اسحب ام باور كام؟ باور 2. يلا بينا افتح براكت. سحبت السي باور 2 ودي ام باور 4 سحبت منها ام باور 2 اتبقى ام باور 2 بلس. سحبت السي باور 2 والام باور 2 ما تسيبش مكانهم فاضي، حط مكانهم 1 على طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. سي باور 2 سي باور 2 متكرره اسحب السي باور 2. سحبت السي باور 2. مستر ليه ما سحبناش الام؟ الام متكرره ما ينفعش اسحبها. سحبت السي باور 2 سبت ام باور 2 بلس. سحبت السي باور 2 ما تسيبش مكانها فاضي، حط مكانها 1. يلا بينا السي باور 2 تسافر مع السي باور 2 ده يسافر مع ده، اتبقى مين؟ ام باور 2. يعني ليفت هاند سايد وانا مغمض ايكوالز ام باور 2. دايما الرايت هاند سايد ما يبقالوش مكان. يلا بينا نكتبه هنا. همسح دي كده ونكتب رايت
هاند سايد الناحيه اليمين ايكوالز كام يا هندسه؟ A على C. الاي بشيلها احط مكانها سي ام بار 2، السي ما بشيلهاش واحط حاجه سيبها زي ما هي، تك تك السي تسافر مع السي يعني رايت هاند سايد ام باور 2. خلاص يبقى رايت هاند سايد ايكوالز ليفت هاند سايد. خلصنا. مساله حلوه وجميله ولطيفه وتجيلك عادي في الامتحان، مش مساله صعبه خالص. السؤال الجاي برضو نفس الفكره ونفس الموضوع. انا باكد دايما ان انت تبقى مستواك متميز وخارج عارف المسائل كويس، فعشان كده تلاقيني بكرر نفس الافكار. لو انت شايف ان دي متكرره ممكن تعدي انت الفكره بتاعتك. يلا بينا. بيقول لك بي از ذا ميدل بروبورشنال. ميدل بروبورشنال يعني كونتينيود بروبورشنال. يعني يكتب القوانين يا مستر. بقول لك ايه مش هكتبها. اكتب ايه على بي ايكوالز بي على سي ايكوالز ام على طول. الاي ايكوالز سي ام باور 2 والبي ايكوالز سي ام. في مشكله؟ لا. يلا هات لي الرايت هاند سايد الليفت هاند سايد. يلا 2 هعوض على طول. هعوض على طول يا عم انا فاضي. يلا ال2 شيل الاي وحط مكانها مين؟ سي ام باور 2 بلس 3 اهي ال3. شيل البي حط مكانها مين؟ سي ام على ال3. هل بشيل السي واحط حاجه؟ لا سيبها زي ما هي بلس ال2 شيل البي حط مكانها سي ام. شكرا. ده مين؟ هتكتب الليفت هاند سايد. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. هل السي متكرره؟ اسحب السي. هل الام متكرره؟ اسحب ام باور 1. سحبت السي وامايه باور 1 اتبقى امايه، يبقى اتبقى مين؟ 2 وامايه بلس سحبت السي والام اتبقى 3 على. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. اسحب السي. هل الام متكرره؟ لا ما تسحبهاش. لما سحبت السي اتبقى 3 زائد لما سحبت السي اتبقى 2 ام. هسألك سؤال محرج بقى، محرج جدا. 5 زائد 1 مش هي 1 زائد 5؟ اكيد 2 ام زائد 3 هي 3 زائد 2 ام، فبالسلامه يسافروا مع بعض تك تك. والسي تسافر مع السي. الليفت هاند سايد بكام؟ بامايه. شكرا. امسك الرايت هاند سايد بسرعه مش قادر اتنفس. يلا شيل الاي حط مكانها سي ام باور 2 بلس 5. شيل البي حط مكانها سي ام على. شيل البي حط مكانها سي ام بلس 5. هل السي بشيلها واحط حاجه؟ سيبها زي ما هي. السي تفضل سي. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. السي اسحب السي. الام متكرره اسحب الام الصغيره يعني ام باور 1. سحبت السي وسحبت امايه باور 1 اتبقى ام بلس سحبت السي وسحبت الام اتبقى 5. شكرا على. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. السي تتسحب. هل الام متكرره؟ ما تسحبش الام. افتح براكت. سحبت السي اتبقى ام بلس سحبت السي اتبقى 5 تك تك سي مع سي. الرايت هاند سايد كمان بكام؟ ام. يبقى therefore left hand side equals right hand side. من الحاجات اللطيفه والجميله والعسوله اللي وانت بتحلها تبقى مبسوط مستريح وجايه لك في الامتحان ان شاء الله. هات لي السؤال اللي بعده. يعني السؤال اللي بعده فيه تريكايه بسيطه كده عايزك تبقى عارفها برضو نعملها مع بعض. بيقول لي A and B and C are proportional وسكت. مستر يعني مش continued. حبيبي طالما 3 غصب عني وعنك continued. يعني اكتب القوانين بتاعتك A equals CM باور 2 وال B equals CM. امسك الليفت هاند سايد. يعني التلاتة تنزل. شيل البي حط مكانها CM بلس شيل الاي حط مكانها CM باور 2 على شيل البي حط مكانها CM بلس 3 شيل السي حط حاجه. لا ده الليفت هاند سايد. يلا بينا. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. يلا ادي 3 اسحب السي. هل الام معلش اسحب السي. حلو. الام دي باور 1 ودي ام باور 2 يبقى اسحب ايه؟ ام باور 1. اتبقى مين؟ 3. سحبت السي وسحبت الام. هنا سحبت السي وسحبت امايه اتبقى امايه على. طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر. اسحب السي. هل الام متكرره؟ اكتب سحبت السي اتبقى ام. سحبت السي اتبقى 3. ام زائد 3 هي 3 زائد ام. السي مع السي يبقى الاجابه ام. شكرا على. يلا بينا.
امسك الرايت هاند ايه سايد، a ماينس b، الاي بتاعتي سي ام باور 2 ماينس سي ام على البي بتاعتي بكام البي؟ سي ام ماينس سي. يعني طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر السي، الام متكرره اسحب الباور الاصغر يبقى ام. سحبت السي وسحبت امايه تبقى امايه ماينس سحبت السي والام ما تسيبش مكانهم فاضي، سيب مكانهم 1 على السي متكرره اسحب السي. هل الام متكرره؟ تسحبش الام. يلا سحبت السي اتبقى ام، سحبت السي ما تسيبش مكانها فاضي حط 1. تك 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 الاجابه هنا ايه؟ ام وانت مغمض الليفت هاند سايد ايكوالز الرايت هاند ايه هاند سايد. من المسائل اللطيفه والحلوه والجميله والحسوله. السؤال اللي بعده سؤال جميل بحبه جدا، مش بيتكرر في الامتحان واللي انا عملته ده سؤال مش بيتكرر في الامتحانات، ولكن الدنيا ممكن يجيبه لك، يعني ركز عليه تركيز بسيط كده. ماشي، بيقول لي A and B and C and D are in continued proportional. كلمة continued غيرت السؤال 180 درجة، عشان لو هو مش continued هتعمل ايه؟ A على B equals C على D equals M، ال A equals B M وال C equals D M ده النوع الأول. لكن in continued دي غيرت المسألة 180 درجة، يعني A على B equals B على C متكررة بقى، ما هو continued equals C على D equals M. حفظتها لك بطريقة لطيفة، السي تبعد خطوة واحدة يعني السي equals DM، والبي تبعد خطوتين يعني البي equals CM باور 2، والاي تبعد 3 خطوات يعني الاي equals CM باور 3. طبعا ده مش الإثبات ولكن دي طريقة انك تحفظ بيها القوانين. عايز يثبت ان ده يا عم عادي، ولا بخاف ولا يهمني ولا بزعل. يعني شيل السي حط مكانها دي ام، هي سي باور 2 يعني دي ام باور 2 كده، ماينس الدي ما بشيلهاش واحط حاجه. مستر احنا ما كناش بنشيل السي لما كانت A وبي وسي، الاخير دايما مش بشيله، هنا A وبي وسي ودي فالدي مش بشيله. على الاي بتاعتي بكام؟ دي ام باور 3 ماينس السي بكام؟ دي ام، دي الليفت هاند سايد وزع يبقى دي باور 2 ام باور 2 ماينس دي باور 2 على، هل في حاجه تحت موزعه؟ لا اكتبها زي ما هي، يبقى دي ام باور 3 ماينس دي ام. يلا بينا هكمل هنا في الحته الصغيره دي. الدي باور 2 اتكررت، اسحب الدي باور 2. يلا هل الام باور 2 اتكررت؟ اكتب خلاص كده مش هنسحب ام باور 2. سحبت الدي باور 2 اتبقى ام باور 2، سحبت الدي باور 2 اتبقى 1 شكرا على الدي متكرره طول ما الحرف متكرر اسحب الباور الاصغر هسحب الدي. هل الام متكرره؟ اسحب الباور الاصغر اسحب ام باور 1. سحبت الدي وسحبت من الام باور 3 ام باور 1 اتبقى ام باور ايه 2. سحبت الدي وسحبت الام ما تسيبش مكانها فاضي، سيب مكانها 1. ركز معايا، ده يطير مع ده ماشي. عارف يعني ايه دي باور 2؟ يعني دي تايمز دي على دي ام، فالدي هي تسافر مع دي هي، فهنا تبقى ايه؟ دي على ام. ده مين؟ ده الليفت هاند سايد. عملت ايه؟ دي باور 2 فككتها دي في دي. في ناس ما بتحبش تشطب الباور مع دي، صح، انا بس بفكك عشان لو في حد مش شاطر في الماس قاعد بيتفرج. امسك الرايت هاند سايد، شيل البي حط مكانها دي ام باور 2، مفيش حاجه بينها وبين الدي يبقى ايه؟ في تايمز على شيل الاي حط مكانها دي ام باور 3. ده ايه؟ الرايت هاند سايد. واحده واحده عليا عشان انا غلبان. يعني هكتب الدي، الام باور 2 دي هفككها ام تايمز ام، وفي مين هناك؟ تايمز دي. انا غلبان بحب امشي بالطريقه دي، انا عارف ان في عيال شاطره بتتفرج عليا وتعرف تخلص من غير اللي انا بعمله ده، صح، بس انا بحب امشي واحده واحده عشان لو في حد ضعيف في الماس شويه. ادي دي تايمز الام باور 3 يعني ام مضروبه في كام؟ في نفسها كام مره؟ 3 مرات. واحده واحده الدي تسافر مع الدي، ام مع ام مع ام، يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ دي على ام. يبقى برضو رايت هاند سايد بكام؟ دي على ام يا باشمهندس. خلاص خلصنا
المساله دي مساله لطيفه جدا، مش من اللي بيتكرروا كتير، مش من اللي بيتكرروا كتير زيها زي المساله اللي جايه. اتمنى تكون فهمت الكونتينيود بروبورشنال وبروبورشنال بس. خش بقى على الستوري بروبلمز، مش بتتكرر كتير ولكن لو جت فكرتها لطيفه هتعجبك جدا. يلا بينا. بيقول لك find the number that if we add it to each term of the ratio 7 to 11 it becomes 2 to 3. ايه ده؟ مش فاهم حاجه. واحده واحده. انا ما بحبش الانجليش، بترجم اي جمله انجليش لماث. يلا. بيقول لك find the number. هل تعرف النمبر ده اسمه ايه؟ لا. سميه، اديله اسم x. فهو دلوقتي بيدور على النمبر اللي انا سميته x. that if we add it يعني عملنا له بلس to each term لكل ترم في السبعة على ال11 it becomes 2 to 3. لا ثانية واحدة. يعني أنا عندي ريشيو اسمها 7 على ال11 صح؟ بيقول لي بقى if we add find the number اللي هو الاكس اللي لو زودناه على كل ترم من دول. ثانية واحدة، يعني زودناه هنا وزودناه هنا عايز النمبر اللي لو زودناه على السبعة وال11 it becomes، شيل becomes وحط equal، يعني هتبقى كام على كام؟ 2 على 3. فهمت اللعبة؟ find the number. النمبر معرفش اسمه، سميه x. if we add it يعني زودناه على كل ترم من السبعة ل11، يعني زودناه على السبعة وزودناه على ال11، هتبقى الإجابة 2 على 3. هات لي الرقم ده بكام، يعني عاوز الاكس بكام. مسألة الكروس مالتيبليكيشن النوع الرابع، الاثنين تتضرب هنا والثلاثة تتضرب هنا. يلا بينا. الاثنين تتضرب في ده كله والثلاثة تتضرب في مين؟ في ده كله. يعني ال2 تخش على البراكت. 2 times 11 22، 2 times x 2x equals 3 times 7 21. هكتبها بالاحمر. ايه ده؟ هكتبها بالاحمر. 21 بلس 3 times x بكام؟ 3x. لما الاكسات تبقى متنطوره في المساله ودي الاكسات للاكسات والارقام للارقام، ال2x هنا بالبوزيتيف تروح بالايه؟ بالنيجاتيف، وال22 تفضل يجي لها مين بالنيجاتيف؟ 21. يبقى 22 ماينس 21 هناك في مين؟ 3x يجي لها مين بالماينس؟ نيجاتيف 2x. تاني مش هناك في 3x وادي لها مين من ماينس 2x. خلاص. في مين هنا؟ 22 هتلاقي مين بالنيجاتيف؟ 21. 22 ناقص 21 بواحد. يا سلام. 3x ماينس 2x بواحد x اللي هي x. يعني الرقم اللي انت بتدور عليه 1. تعالى كده نتأكد من اجابتنا. هل ال1 لو زودته على السبعة وزودته على ال11 الاجابه هتطلع 2 على 3؟ مستر انت بتكتب علينا. اول حاجه ما اسمهاش انت، ما تقوليش انت، انا مش انت، انا حضرتك. ماشي. 7 زائد 1 كام؟ 8. 11 زائد 1 كام؟ 12. اعملها على الآلة كده، اعملها على الآلة. هتقسم على الأربعة فوق وعلى الأربعة تحت، فالإجابة تبقى 2 على 3. فعلا الرقم اللي بيدور عليه الإكس ب1، يبقى the number is 1. مسألة رخمة، ستوري بروبلم ما بتتكررش كتير في الامتحان، بس بأمنك افرض جت موجودة في كتاب المدرسة. واحدة كمان أرخم منها. بيقول لي find أو two integers أو integers حسب أنت بتحب تنطقها إزاي. the ratio between them 2 على 3. مستر مين التو انتجرز دول؟ يعني رقمين مش عارفهم، سميهم. هسميهم ايه؟ x و y. بيقول لي الريشيو بينهم 2 على 3، يعني x على y تساوي 2 على 3. بيقول لي ايه؟ if you add to the first 7، لو زودنا على الاولاني 7، ادي لو زودنا على الاولاني 7، and subtract from the second 12، يعني طرحنا من التاني 12، مش subtract يعني minus. the ratio between them becomes، هتبقى 5 على 3. مسألة سهلة خالص. two integers the ratio between them 2 على 3 اهو. لو زودنا على الاولاني 7 ونقصنا من التاني 12، الاجابة تبقى 5 على 3. مسألة الكروس مالتيبليكيشن ولا ايه؟ لا ثانية، في واحدة قبل الكروس مالتيبليكيشن. الاكس بكام؟ اكس ب 2m والواي بكام؟ ب 3m. يا سلام يا سلام، لو عرفت الام بكام هضربها في الاثنين ابقى عرفت الرقم الاولاني، هضربها في الثلاثه ابقى عرفت الرقم الثاني، لان هو عاوز الرقمين اللي هم اللي انت سميتهم اكس وواي. فلو جبت الام هضربها في 2 ابقى جبت الاكس اللي هو الرقم الاول.
جبت الام اضربها في 3 يبقى جبت الواي اللي هو الرقم الايه الثاني. طب عرفت منين الرقمين اسمهم اكس وواي؟ انا اللي مسميهم اكس وواي، فلو جبت اكس وواي يبقى ايه؟ جبت الرقمين. شيل الاكس حط مكانها 2 ام، شيل الواي حط مكانها 3 ام equals 5 over a over 3. مسألة كروس مالتيبليكيشن. خد نفسك ويلا بينا. 5 تتضرب في ده كله يبقى 5 مضروبة في 3m minus 12 equals التلاتة تتضرب في ده كله يبقى 3 مضروبة 2m plus 7. الخمسة تخش على البراكت كله، 5 في 3 15m minus 5 في 12 60، 3 في 2 6m، 3 في 7 21. يلا بينا ودي الامات للامات. يا نهار ابيض، ما فاكرين كانت كام دي؟ كانت ايه اللي حصل؟ 5 دي كام دي؟ 15 ماينس 60. ودي الامات للامات والارقام للارقام. يلا بينا يلا بينا. مين هناك؟ ادي هنا 15 ام. 15 ام يجي لها مين بالماينس؟ 6 ام. ماشي. هناك في مين؟ 21 يروح له مين بالبلس؟ 60. 21 زائد 60 بكام؟ 81. 15 ناقص 6 بكام؟ 9 ام. التسعة بالمالتيبلاي تروح بالديفايدد، يعني الام بتاعتي 81 ديفايدد 9، يعني الام بكام؟ الام ب9. جبت الام؟ برافو عليك. يلا تعرف تجيب الاكس؟ ما هو الاكس تساوي 2 في ام، يعني 2 في 8 2 في 9 انا اسف اللي هي ب 18. جبت الام؟ ما الام ب 9. اضرب التلاتة في 9 فالاجابه بتاعتك تبقى كام يا هندسه؟ 27. فالرقمين اللي انت بتدور عليهم 18 و27. بس كده احنا كده خلصنا بارت كمان من المسائل بتاعتنا. خد لك بريك، اشرب حاجه صغيره كده وتعال نكمل بارت كمان من الحصه بتاعه المراجعه بتاعتنا. اتمنى تكون بتستفيد. خد لك بريك وتعال على طول نتكلم في جزء جديد. طيب يلا بينا نخلص اخر بارت، مش اخر بارت، لا البارت رقم 3 في الحصه بتاعتنا، بيتكلم عن الدايركت والانفرس فاريشن. يعني ايه دايركت والانفرس فاريشن؟ بمنتهى البساطه، لو انت مثلا عندك حاجه بتزيد والتانيه معاها بتزيد، دي بنسميها دايركت، بيزيدوا مع بعض. لو حاجه بتزيد والتانيه بتقل، دي بنسميها انفرس فاريشن. زي بالظبط انت حضرتك لما بتاكل كتير وزنك بيحصل له ايه؟ بيزيد. لما بتقلل الاكل وزنك بيقل. فدي حاجه اسمها دايركت فاريشن، حاجه بتتغير دايركت مع حاجه تاني. طب الانفرس انك تعمل حاجه كتير 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 بس تلاقي الحاجه الثانيه قصادها بتقل. دي كده الانفرس فاريشن. ما تدوش دماغك بالكلام ده كله. تعالى نتكلم مع بعض في القوانين واقول لك المسائل بتيجي ازاي وتحل ازاي. لو عندك دايركت بتبقى دي الشكل بتاعك y varies x بالشكل ده كده، دي بنسميها دايركت. تمام. يجي يقول لي في الامتحان عايز الريليشن. ما هي ريليشن؟ اهي احفظها، y equal mx. جامد. تعال نشوف الانفرس. y varies 1 على x، دي كده الايه؟ الانفرس. الريليشن بتاعتها y equal m على x. احفظ معايا الجمله دي عشان تجيب الام عوض بالاكس والواي. يعني ايه؟ هقول لك في المسائل، بس احفظها بس دلوقتي. ماشي. الدايركت بيتميز بحاجه لطيفه جدا بتيجي في اللي تشوز، ان y على x وتساوي رقم. يعني y على x ب3 العلاقه بتبقى دايركت، y على x ب50 العلاقه بتبقى دايركت. الانفرس بتتميز بحاجه ان y تايمز x ايكوالز رقم، يعني y في x ب5 يبقى انفرس، y في x ب70 تبقى برضو ايه؟ انفرس. احفظ معايا اخر حاجه ان y2 على y1 ايكوالز x2 على x1، دي عشان دايركت. y2 على y1 تبقى x1 على ايه؟ x2 عشان انفرس. السبوره دي لازم تتنقل، لازم تبقى عندك مع السبوره اللي جنبها اللي احنا لسه عاملينها من شويه، عشان خاطر هاجي اقول لك دي كانت مكتوبه فوق على اليمين تحت على الشمال، تبقى انت متابع معايا. يلا بينا نخش على الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات على طول. السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك y والعلامه دي كده x، y varies x، دي دايركت ولا انفرس؟ دايركت. تكتب قانون الدايركت وانت مغمض على طول كده. اكتب قانون الدايركت، يبقى y equals mx. في مشكله؟ لا، كنت كاتب لك جمله بالعربي عشان تجيب الام عوض بالاكس والايه والواي. الاكس هنا بكام؟ ب 42، الواي هنا بكام؟ ب 14. يبقى اقول له هنا كده الاكس ب 42 والواي بتاعتي بكام؟ ب 14.
عايز اجيب الام ما اعرفهاش، شيل الاكس وحط مكانها 42، شيل الواي حط مكانها 14. يلا بينا يلا بينا. شيل الواي حط مكانها 14 ايكوالز ام تايمز شيل الاكس وحط مكانها 42. تعرف تجيب الام؟ طبعا ال 42 هنا بالايه؟ بالتايمز. تروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يعني الام ايكوالز 14 ديفايدد 42. 14 ديفايدد 42 على الكالكوليتر تطلع 1 اوفر 3. ما خدتش ولا درجه. ليه؟ لان هو عاوز ريليشن كامله، يعني عاوز y ايكوالز رقم مضروب في الاكس. مش انت جبت الرقم؟ ارجع اكتب الايكويشن تاني بس وانت عارف الايه؟ عارف الام. يعني y ايكوالز 1 اوفر 3 مضروبه في مين؟ في الاكس. انا كده خدت الدرجه، جبت اول سؤال. طيب بيقول لي ايه تاني سؤال؟ the value of y، هات الواي بكام لما الاكس تبقى ب 60. سهله، شيل الاكس وحط ايه؟ 60 وهات الواي. يبقى الواي ايكوالز 1 اوفر 3 مضروبه في كام؟ في ال 60. على الكالكوليتر تطلع بكام؟ ب 20. وده تاني سؤال. عملت ايه؟ بصيت على السؤال لقيته دايركت. ماشي، كتبت ريليشن بتاعت الدايركت. ماشي. عايز اجيب الام، عوض بالاكس والايه والواي اللي هو مديهاني. جبت الام ما خدتش ولا درجه، رجعت كتبت الايه؟ الايكويشن. لما كتبت الايكويشن خدت الدرجه الاولانيه. طب الدرجه الثانيه اجيبها ازاي؟ عاوز الواي لما الاكس ب 60 اعوض الاكس ب 60 المساله تخلص. وده نوع بسيط بيجي في الامتحان هديه، تاخد الثلاث درجات بتوعه على طول. خش على السؤال اللي بعده. بيقول لي y varies 1 على x. دي دايركت ولا انفرس؟ انفرس. تعرف تكتب ريليشن؟ كانت مكتوبه هنا على اليمين. يبقى y ايكوالز m على x بستار. عاوز اجيب الام، عوض بالاكس والايه والواي. الاكس بتاعتي ب 2 والواي بتاعتي بكام يا هندسه؟ ب 9. شيل الواي حط مكانها 9، شيل الاكس حط مكانها 2. طب والام ما اعرفهاش. ال2 هنا بالايه؟ بالديفايدد. تروح هنا بالايه؟ بالتايمز. يبقى الام بتاعتي ايكوالز 9 تايمز 2. 9 تايمز 2 18. يبقى الام بتاعتي بكام؟ ب 18. ما خدتش ولا درجه لان هو عايز ريليشن. جبت الام، ارجع اعمل ايه؟ عوض بيه. يبقى واي ايكوالز 18 على اكس. انا كده خدت الدرجه الاولانيه، جبت ريليشن. تاني حاجه بيقول لك find the value of y. هات الواي بكام لما الاكس بايه؟ ب 3. شيل الاكس وحط مكانها ايه؟ 3. يبقى 18 ديفايدد 3 بكام يعني؟ ب 6. شكرا، الدرجه الاولانيه اهي والدرجه الثانيه اهي. ومسائل بتيجي في الامتحان عشان خاطر تاخد الدرجه بتاعتها. السؤال اللي جاي ده يعني قلما لما يجي في الامتحان، قليل لما يجي، ولكن تبقى متدرب عليه عشان تبقى عارف كل التفاصيل. بيقول لي ايه؟ y varies x باور 3. مستر انت قلت لنا y varies x يبقى y equal mx. صح. هنا y varies x باور 3 يعني ال y equals m بدل x تبقى x باور كام؟ 3. ده الاختلاف يعني؟ ده الاختلاف، حاجه بسيطه خالص. عاوز الريليشن. طيب عشان اجيب الريليشن شيل الاكس وحط حاجه، وشيل الواي وحط حاجه عشان اجيب مين؟ الام. الاكس بتاعتي بكام يا هندسه؟ الاكس ب 2. الواي بتاعتي بكام؟ 64. عرفت منين؟ هو اللي قال. شيل الاكس وحط مكانها 2. شيل الواي حط مكانها 64. يلا بينا يلا بينا. 2 باور 3 بكام؟ ما تقولش ب 6، ب 8. وهنا في مين؟ 64. ال 8 هنا بالتايمز تروح الناحيه الثانيه بالديفايدد، يعني الام ايكوالز 64 ديفايدد 8 which is 8 برضه. ال 8 الام ب 8. ماشي؟ في حاجه وقعت؟ عادي، مش هنمنتجها، هيتفرجوا عليها ويسمعوا صوت عادي خالص. معلش في حاجه وقعت هناك، ركز معايا. الام بكام؟ ب 8. خدت درجه؟ ما خدتش ولا درجه. يبقى y ايكوالز 8 x باور كام؟ باور 3. في مشكله؟ مفيش مشكله خالص. جبت ريليشن؟ جبت ريليشن. هو عاوز مني ايه الراجل ده بقى؟ بيقول لي لو سمحت هات لي الفاليو بتاعت الواي لما الاكس تبقى بهاف. يلا شيل الاكس وحط مكانها هاف. الاجابه بتاعتك تطلع بكام؟ ب 1. يبقى الواي ب 1 لما الاكس تبقى بكام؟ بهاف. مساله جميله وعسوله. الاختلاف فيها انه حط اكس باور 3. طب لو حط اكس باور 2 اعمل واي ايكوال ام اكس باور 2. حط اكس باور 7 واي ايكوال ام اكس باور 7. طب واي باور 2 فاريس مع اكس باور 3 يبقى واي باور 2 ايكوالز ام اكس باور 3. تبقاش حفظ، تبقى انت فاهم اللعبه بتتلعب ازاي. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. والسؤال اللي بعده ده لما يجي لك في الامتحان هتقف قدامه تقول هو ده نعمل فيه ايه؟ واحده واحده.
انا جالي سؤال زي ده في الامتحان، ما مش فاهم حاجه، هقرا السؤال from the data of the following table مش عارف ايه، تمام. show the kind of variation. كلمة variation ما بتتكررش عندك في المنهج غير في ايه؟ direct والinverse. يبقى انا الحمد لله عرفت ان السؤال ده direct وinverse. ماشي. هي direct ولا inverse؟ ما اعرفش. الدايركت بيزيدوا مع بعض والانفرس عكس بعض، واحدة بتزيد واحدة بتقل. بصيت على الاكسات يا دكتور لقيتها ايه؟ 2 4 6. الاكسات بيحصل لها ايه؟ بتزيد. الوايات بكام وكام وكام؟ 6 و3 و2. الوايات بيحصل لها ايه؟ بتقل. فلما بصيت على السؤال عرفت انه فاريشن. ماشي. عرفت انها انفرس ولا دايركت؟ هو قال لي بطريقه اندايركت ان الاكسات بتزيد والوايات بتقل، يبقى هي ايه؟ انفرس، يعني واي فاريس 1 على اكس. ماشي؟ ماشي. عاوز الريليشن، يبقى الفاريشن بتاعك انفرس. خلاص خلصنا. عاوز الريليشن، اكتب الريليشن واي ايكوالز ام على اكس. مستر انت قلت لنا لما نجيب الام او عشان نجيب الام عوض بالايه؟ بالاكس والواي. حصل، بس هو كان بيديني الاكس والواي. هنا ما ادانيش، لا هنا مش اداك اكس واحده واي واحده، ده مديك 3 اكس و3 واي. طب نعوض بأني واحده؟ اللي يعجبك، بس شرط اساسي، عايز تعوض بالاكسايه دي يبقى تعوض بالوايايه بتاعتها. عايز تعوض بالاكس ب 4 يبقى تعوض الواي ب 3. عايز تعوض الاكس ب 6 يبقى تعوض الواي بكام؟ ب 2. انا هختار اول واحده، هشيل الاكس واحط مكانها 2 واشيل الواي واحط مكانها مين؟ 6. طب اللي جنبي لو عمل 4 و 3 هيوصل لنفس الاجابه؟ نفس الاجابه. بجد بجد يبقى جربها. طيب هشيل الاكس واحط مكانها 2، شيل الواي واحط مكانها مين؟ 6. ال2 هنا بالايه؟ بالديفايد. تيجي هنا بالايه؟ بالتايمز. يعني الام بتاعتي بكام؟ 6 في 2 12. جبت الام ب 12. برافو عليك. انا محتاج الدرجه. ارجع اكتب الريليشن، يبقى y equals 12 اوفر مين؟ اوفر اكس. تاني حاجه بقى لعب عيال، بيقول لي find the value of y. هات لي الواي بكام لما الاكس ب 1. يا عم شيل الاكس وحط 1 يبقى الواي بتاعتك بكام؟ ب 12. شكرا. ده تالت سؤال وده تاني سؤال، واول سؤال تكتب له دي وتقول له انها انفرس فاريشن. عرفت منين؟ من الجدول. اوكي، خش على السؤال اللي بعده. بيني وبينك السؤال اللي بعده صعب يجي في الامتحانات. طب بنقوله ليه؟ عشان ممكن يجي، بس صعب يجي في الامتحانات. بصيت على السؤال لقيته بيقول لي لو الواي ايكوالز كي بلس 5. ماشي. والكي فاريس 1 على اكس بورد. في واد يعيط من السؤال ليه؟ مش عارف ده ايه. واحده واحده. اوكي. وبيقول لي الواي بكذا والاكس بكذا. find the relation between x and y. انا يا عم ما بفهمش حاجه، بس انا الشكل ده حافظه كويس. فاكر كنا بنعمل ايه؟ كانت هنا y varies 1 على x، فكنت بتقول ايه؟ y equals m على x. هنا الحروف اتغيرت، غير الحروف، يبقى ال k equals m على x باور كام؟ باور 2. حد عنده مشكله؟ لا. هو عاوز العلاقه بين الاكس والواي، يعني انا محتاج الكيهات تتشال واحط مكانها اكسات. مش هو عايز علاقه بين واي اكس؟ يبقى انا مش عاوز مين؟ الكي. يبقى اشيل الكي واحط مكانها اكسات. الكي لو ب2 هشيل الكي واحط 2. الكي لو ب3 هشيل الكي واحط 3. طب الكي لو بحاجه شيل الكي وحط الحاجه. الكي ايكوالز الحاجه دي، يبقى شيل الكي حط مكانها الحاجه دي، بس ببساطه. يبقى الواي بتاعتي ايكوالز ام على اكس باور 2 بلس ايه؟ بلس 5. صعبه؟ صعبه شويه. تيجي؟ صعب تيجي. نقولها تاني؟ نقولها تاني. الكي فاريس 1 على اكس باور 2، يبقى الكي ايكوالز ام على اكس باور 2. خلاص خلصنا. الكي ايكوالز 2، بشيل الكي واحط 2. الكي ب3 شيل الكي وحط ب3. الكي بحاجه شيل الكي حط مكانها الحاجه. بس كده بقت مساله عاديه بين اكسات ووايات، ودي الحاجه اللي هو عاوزها. ناقصها تركه الام. عشان تجيب الام عوض بالاكس والايه؟ عوض بالاكس والواي. الواي ب6 لما الاكس بكام يا هندسه؟ لما الاكس ب1. تعرف تجيب الام؟ اعرف. شيل الواي حط مكانها 6 ايكوالز الاكس شيلها حط مكانها 1. سيب الام وسيب ال5. 1 باور 2 اللي هي بكام؟ ب1. ام على 1 ملهاش لازمه اهي. طيب 5 هنا بالايه؟ بالبوزيتيف، تروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يعني الام
equals 6 minus ايه minus 5. يعني الام بتاعتي بكام على طول وانا مغمض؟ الام بتاعتي بواحد. جبت الام ب1، برافو عليك. ارجع اكتب a relation. يبقى y equals بدل الام اكتب 1 على x باور 2 بلس ايه بلس 5. طلب مني حاجه كمان؟ طلب حاجه كمان. بيقول لي لو سمحت find the value of y لما الاكس بايه 1 over 2. خلاص المساله بقت سهله. يبقى y equals 1. شيل الاكس حط مكانها 1 over 2 معمول لها سكوير، اعمل لها سكوير بلس 5. دي على الكالكوليتر تطلع 1 over 4 تطلع فوق الناحيه الثانيه. لما تكتب الشكل ده كله على الاله الاجابه تطلع 9. اكتبها على الكالكوليتر تشغلش دماغك، تطلع الاجابه ايه ب 9 على طول. بس مساله لطيفه وجميله جدا. كده نبقى خلصنا. لا ما خلصناش، في بقى حته فاكر دي ما قلت لك ما بتجيش في الامتحانات، اجابه مستحيل، فايه يعني هقولها برضو سريعا. طب ليه حطيناها موجوده في كتاب المدرسه؟ ممكن حظك تيجي. طيب في حاجه اسمها عندك في تانية اعدادي الترم الاول اسمها بيرفكت سكوير. كان ايه البيرفكت سكوير ده يا مستر؟ تعالى احكي لك. سي مثلا انت عندك هنا اكس باور 2 وهنا في مثلا نقول 16 دي هتطلع نيجاتيف 8 مثلا اكس. دي كده بنسميها بيرفكت سكوير. عرفت منين يا مستر انها بيرفكت سكوير؟ لازم يتحقق اللي بقوله ده، يتحقق فيها 3 شروط. اول شرط الاولاني يبقى بوزيتيف. هل ده بوزيتيف؟ تاني شرط التالت يبقى بوزيتيف. هل ده بوزيتيف؟ الشرط التاني رخم شويه، ان اللي في النص ده يبقى عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف 2 روت الفيرست في الثيرد. مش فاهم حاجه، واحده. دي بيرفكت سكوير. عرفت منين؟ الاول بوزيتيف والتالت بوزيتيف، ففي احتماليه انها تبقى بيرفكت. طب عرفت منين بقى ان في النص بيرفكت ولا لا؟ هطبق عليه الرول. يلا بينا. ادي بوزيتيف اور نيجاتيف 2 روت الفيرست بكام؟ اكس باور 2. الثيرد بكام؟ 16. واحده. يلا بينا. بوزيتيف اور نيجاتيف تنزل زي ما هي 2 تايمز روت يطير مع الباور يتبقى اكسايه. الروت بتاع ال 16 يتبقى ايه 4. 2 تايمز 4 8. يعني اللي في النص بوزيتيف اور نيجاتيف 8 اكس. هي نيجاتيف 8 اكس يبقى ده فعلا بيرفكت سكوير. طب لو كانت بوزيتيف 8 اكس كانت هتبقى برضه بيرفكت سكوير. طب احنا بنقول ليه الكلام ده؟ ثانيه واحده وهقول لك. دي اسمها بيرفكت سكوير. الاولاني بوزيتيف والاخير ايه بوزيتيف. الميدل عباره عن ايه بوزيتيف اور نيجاتيف 2 روت الفيرست في الايه في الثيرد. طلعت كده يبقى دي الحمد لله بيرفكت سكوير. ليه بنقول الكلام ده بقى؟ عشان ببساطه الفاكتورايزيشن بتاعها بيبقى سهل خالص. بنعمل ايه؟ اعمل براكت 1 باور 2. ماشي. اعمل روت الفيرست تبقى اكس، روت الثيرد تبقى 4، نزل الميدل ساين تبقى نيجاتيف. يبقى لو عندي بيرفكت سكوير بعملها ازاي؟ بعمل براكت 1 باور 2 روت الفيرست وروت الثيرد ونزل الساين اللي ايه اللي في النص. فهمنا الحته دي؟ ما فهمتهاش مش مشكله. تعال نخش على السؤال. بيقول لي لو سمحت بعد اذن حضرتك اثبت ان الواي varies directly مع الاكس. يعني لو اثبتت ان واي على اكس equals رقم او واي تساوي رقم في الاكس، مش دي اللي كنا كاتبينها في الدايركت، يبقى ايه هي دايركت. دي كده بيرفكت سكوير. مستر عرفت منين؟ اهو الاولاني بوزيتيف والتالت بوزيتيف، وبيني وبينك المسائل دي بتيجي بيرفكت سكوير بس. طالما بيرفكت سكوير يا صديقي العزيز يبقى ايه براكت 1 باور 2 اعمل سكوير روت الفيرست وسكوير روت الايه الثيرد يبقى 2 اكس. نزل الميدل ساين تبقى ايه ماينس. ده كده اتعمل له فاكتورايزيشن. الباور 2 يروح الناحيه الثانيه بالايه بالروت. روت الزيرو بزيرو. ماشي. اتبقى مين؟ y minus 2x equals 0. minus 2 تروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى y equals positive 2x. طالما y equals رقم في الاكس دي كده عباره عن ايه؟ عن دايركت. فديرفور على طول y varies directly مع الاكس. ما فهمتش دي قوي؟ حاطط لك واحده كمان مهمه ثانيه. يعني بيقول لك ايه؟ If x power 2 y power 2 minus 6xy plus 9 equals 0 proves that y varies inversely as x.
y بتتغير انفرس مع الاكس. امتى تتغير انفرس؟ لما y times x equals رقم دي كده ايه varies inversely. ماشي يا مستر. ده بيرفكت سكوير. عرفت منين؟ رميت عيني كده عرفت انه بيرفكت سكوير. بيتعمل له فاكتورايزيشن ازاي؟ بنعمل براكت 1 باور 2 نعمل سكوير روت الفيرست فالباور 2 هيطير، باور 2 هيطير يبقى اكس واي، سكوير روت الثيرد يبقى 3 نزل الميدل ساين يبقى ماينس على طول. الباور 2 يروح الناحيه الثانيه بالروت، روت الزيرو بزيرو، هنا في مين؟ اكس واي ماينس 3، ماينس 3 تروح بالبوزيتيف يعني الاكس واي ايكوالز كام؟ 3. طالما اكس واي ايكوالز رقم 04 وانا مغمض الواي فاريز 1 على اكس. مسائل رخمه شويه؟ رخمه شويه، تيجي صعب جدا تيجي في الامتحان، ولكن موجوده في كتاب المدرسه بتاعك فلازم كنا ناكد عليها. كده بارت 3 من الحصه خلص. ليك عندي بارت الاستاتستكس اللي انت ما بتحبوش اللي كله جداول ده هنقوله بعد كده، نرجع على يونت 1 على طول. خد لك بريك، اشرب حاجه نشرب حاجه ونجي لك على طول. يلا بينا نخش على جزء كمان هيجي لك منه سؤال في الامتحان، جزء مضمون جدا، نوعين 3 من الاسئله، تبقى حافظ بيتعملوا ازاي، تخش تخلص على طول الكويستشن بتاعك. قبل ما اخش على الاسئله هدردش معاك كده شويه، اقول لك التشوز بيجي ازاي واقول لك الاسئله هتيجي ازاي بالظبط. طيب بص يا دكتور، بنحسب حاجه في يونت 3 في الالجبرا اسمها ديسبرشن، بتتقاس بحاجتين، حاجه اسمها الستاندرد ديفيجن ودي هنتكلم عليها كمان شويه ثانيه واحده، وحاجه اسمها الرينج. ما هو الرينج؟ ببساطه يديك ارقام كده 10 و15 مثلا و9 و7 ويقول لك لو سمحت هات لي الرينج. الرينج ببساطه هو اكبر رقم ماينس اصغر رقم. مين اكبر رقم في الاربعه دول؟ 15. مين اصغر رقم؟ 7. على طول وانت مغمض يبقى الاجابه بتاعتك 8، يبقى الرينج بتاعي ايه؟ 8. والرينج هي طريقه لحساب الديسبرشن وهي الطريقه الاسهل، فيجي لي في الامتحان من طرق حساب الديسبرشن تقول له ايه؟ رينج. يقول لك لو سمحت دي الارقام هات لي رينج اكبر رقم ماينس اصغر رقم. ماشي؟ طب من طرق حساب الديسبرشن مين؟ الستاندرد ديفيجن. ما هو الستاندرد ديفيجن ويتحل ازاي؟ يلا بينا نتكلم مع بعض. الستاندرد ديفيجن في الامتحان بيجي لك نوع من 2. ماشي؟ لو الامتحان بتاعك بسيط وحلو يجي النوع الاولاني، لو الامتحان بتاعك معقد شويه يديك جدول. احفظ بس معايا التفصيله دي لحد ما نخش على الحل بتاعنا. لو اداك ارقام تروح تعمل خطوتين، تجيب حاجه اسمها الاكس بار او الاكس داش وتعمل جدول من 3 خانات. طب وبعدين يا عم استنى واحده واحده. يبقى لو اداك الستاندرد ديفيجن عباره عن ارقام تعمل ايه؟ تروح تجيب حاجه اسمها الاكس بار او الاكس داش وتروح تعمل جدول من 3 خانات. ماشي؟ ماشي. طيب لو اداك جدول انت اعمل جدولين. لو اداك جدول انت اعمل كام جدول؟ 2. جدول من 3 خانات وجدول من ايه؟ من 5 خانات. طب بنعمل فيهم ايه؟ واحده واحده وبراحه خالص. الطريقه المسائل دي سيستماتيك، هتلاقي الدنيا معاك لطيفه على طول. يلا بينا نخش على الاسئله بتاعتنا. جاي بيقول لي ايه؟ calculate the standard deviation of the values 8 و9 و7 و6 و5. اداني ارقام، يعني انا من النوع الاول هجيب اول حاجه اسمها اكس بار اللي انا ما اعرفهاش ولسه ما قلتهالكش، وقلت لك اعمل جدول من كام خانه يا صاحبي؟ 3. اهو جدول من 3 خانات يا مستر. حاضر. ماشي؟ يلا بينا. الاكس بار بتيجي ازاي؟ الاكس بار او الاكس داش دي يا باشمهندس دي حاجه اسمها المين. حاجه اسمها ايه؟ المين. يعني ايه المين؟ يعني مجموعهم على عددهم. مجموعهم على ايه؟ عددهم. يلا نجيب الاكس بار. فين مجموعهم؟ اجمعهم. 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5. هم عددهم كام؟ 1 2 3 4 5. تقسم على ايه؟ على 5. يبقى انت كده جبت حاجه اسمها الاكس بار، ودي اول تفصيله في السؤال لازم تروح تجيبها. اداك ارقام تروح تعمل ايه؟ تجيب الاكس بار. ما هي الاكس بار؟ مجموعهم على عددهم، دي هي المين بتاعت اولى اعدادي الترم الاول. امسك الكالكوليتر بتاعتك وابتدي احسب بقى. 8 بلس 9 بلس 7 بلس 6 بلس 5 ديفايدد 5 هتبقى الاجابه بتاعتك ايه؟ 7. كده انا جبت الاكس بار، جبت المين. الجدول اللي من 3 خانات بقى احفظ الحاجات اللي فوق دي. هتكتب هنا الاكس وهتكتب هنا اكس ماينس اكس بار
وهتكتب هنا x ماينس x بار او x داش باور 2. مين الاكسات؟ هي الارقام اللي عندك. يلا بينا نكتبها. الارقام اللي عندي ايه بالترتيب كده؟ 8 بعد كده 9 بعد كده 7. المسائل دي ممله جدا انا عارف، بس مش انا اللي حاطط المنهج يعني، فاهم؟ انا بساعدك تبقى كويس في المنهج. دي الاكس. تمام. الخانه الثانيه بتغششني، بتقول لي اكس ماينس اكس بار. مين الاكس بار؟ السبعه. يعني كل اكسايه من دول ماينس 7. 8 ماينس 7 و9 ماينس 7 و7 ماينس 7 و6 ماينس 7 و5 ماينس 7. في مشكله؟ لا. يلا الخانه الثانيه هعمل ايه؟ 8 ماينس 7 على طول كده ب 1. 9 ماينس 7 2. 7 ماينس 7 0. 6 ماينس 7 نيجاتيف 1. 5 ماينس 7 نيجاتيف 2. الخانه الثالثه بتغششني اكس ماينس اكس بار باور 2. كل رقم اعمل له باور 2 بس في براكت. في ايه؟ في براكت. يعني نكتب على الكالكليتر 1 باور 2 كده تطلع 1. تكتب 2 باور 2 كده في براكت تطلع كام؟ 4. اكتب 0 باور 2 كده تطلع كام؟ 0. اكتب نيجاتيف 1 باور 2 كده تطلع 1. نيجاتيف 2 باور 2 تطلع كام؟ 4. في مشكله؟ مفيش مشكله خالص. يبقى انا عملت ايه؟ جبت الاكس بار ورصصت الجدول بتاعي. شايف اخر خانه دي بقى؟ اجمعها. اجمعها. يلا 1 زائد 4 5 زائد 0 5. 1 زائد 4 5. 5 زائد 5 على طول بكام؟ ب 10. عشان تجيب الستاندرد ديفيجن بتعمل كده، بتعمل سكوير روت. بتجيب الخانه الاخيره اللي انت جبتها دي جمعتها، وهنا تكتب عددهم. يبقى هنا 10 وعددهم كام يا هندسه؟ 5. هتطلع لك الاجابه روت 2. تجيبها بالديسيمال تبقى تقريبا 1.4 على طول. بس كده. ودي غالبا اللي هتيجي في الامتحان بتاعك. تعمل ايه؟ شويه ارقام مديها لك، تروح تجيب الاكس بار ازاي؟ مجموعهم على عددهم. جمعت قسمتها على عددهم، جبت الاكس بار. كونت جدول من كام خانه؟ 3. اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2. في مشكله؟ لا. يلا الاكسات تتكتب اللي هي الارقام يعني. اكس ماينس اكس بار كل رقم ناقص السبعه، كل رقم ناقص السبعه. وبعد كده اعمل له باور 2 باور 2 باور 2 باور 2 جوه براكتس. ما ينفعش هنا يطلع حاجه نيجاتيف. اجمع، حطها جوه السكوير روت فوق وعددهم يتحط تحت وطلع الاجابه على طول وانت مغمض. يبقى كده حسبنا الستاندرد ديفيجن لاول نوع من المسائل. في شكل تاني؟ في شكل تاني، ان هو يديك جدول. طب انت عامل له جدول من كام خانه؟ جدولين، واحد من 3 واحد من ايه؟ من 5. خش على السؤال اللي بعده. اداني جدول في الامتحان اهو، وجي طلب مني لو سمحت عاوز الستاندرد ديفيجن. واحده واحده بقى. ده الجدول، اعمل انت جدول زيه. اعمل انت جدول زيه. واحد من 3 خانات، واحد من ايه؟ من 5. يلا بينا. هعمل جدول واحد من 3 واحد من ايه؟ من 5. 1 2 3 4 5. مملة جدا، معلش يعني هعمل لك ايه؟ يلا بنكتب هنا في ال3 خانات حاجه اسمها اكس وحاجه اسمها اف وحاجه اسمها اكس اف. ايه دول يا مستر؟ واحده واحده هقول لك. هنا في الجدول ابو 5 خانات بعمل اكس واعمل حاجه اسمها الاف، وبعد كده بعمل اكس ماينس اكس بار، بعد كده اكس ماينس اكس بار باور 2، بعد كده اكس ماينس اكس بار باور 2 تايمز الاف. ده حوار كبير قوي. لو حفظت العناوين المساله هتبقى سهله. واحده واحده. اول خانتين دول بغشهم منين؟ من الجدول. يلا نغشهم. دي كده هي الاكس ودي كده هي الايه؟ الاف اللي هي الفريكونسي، العدد يعني. طيب يلا بينا. الاكسات بكام؟ قول معايا. 15، بعد كده مين؟ 20 22 23، بعد كده 25، بعد كده مين اخر واحده؟ 30. مين الاف؟ هي الفريكونسيز، هي التكرار. 2 و3 و5 و5. يلا 2 3 5، بعد كده مين؟ 5، بعد كده 1، بعد كده 4، والراجل عامل لي التوتال كتر خيره بكام؟ ب 20. دي الاكس ودي الاف. قمت انا اعمل ايه؟ اكس اف. يعني ايه اكس اف؟ يعني تايمز بعض. 15 في 2 تعملها على الكالكوليتر تطلع ب 30، 20 تايمز 30 تعملها على الكالكوليتر تطلع ب 60. ماشي. 22 تايمز 5 تطلع بكام؟ 110. 23 تايمز 5 تطلع ب 115. 25 تايمز 1 ب 25. 30 تايمز 4 ب 120. تعرف تجمع دول؟ امسك الكالكوليتر جمع لي دول لو سمحت. يلا بينا. 30 بلس 60 بلس 110
بلس 115 بلس 25 بلس 120 تطلع الإجابة بتاعتك 460. عملت الجدول الأولاني؟ طلع منه الإكس بار. يعني إيه يا مستر نطلعها إزاي؟ شايف الرقم ده؟ اقسمه على ده، يبقى الإكس بار بتاعتي equals 460 على 20. تطلع الإجابة بتاعتك 23. في مشكلة؟ مفيش مشكلة، خلاص. أنا عملت الجدول من 3 خانات إكس وإف وإكس إف. الإكس والإف غشيتهم، نقلته، والإكس إف ضربت كل اتنين في بعض. جمعت ده وهو مجمع لي ده، قسمتهم على بعض، جبت الإكس بار. خش الجدول التاني، يلا. الإكس والإف برضو بغشهم، قول معايا 15 20 بعد كده 22 بعد كده 23 بعد كده 25 30 صح كده؟ صح. الاف انقل 2 ومين و3 و5 و5 و1 و4. اكس ماينس اكس بار. مين الاكس ماينس اكس بار؟ الاكسات اهي 15. فين الاكس بار؟ 23. يبقى نعمل كل رقم ماينس 23. 15 ماينس 23 على الكالكوليتر تطلع نيجاتيف 8. 20 ماينس 23 على الكالكوليتر تطلع نيجاتيف 3. 22 ماينس 23 نيجاتيف 1. 23 ماينس 23 0. 25 ماينس 23 2. 30 ناقص 23 بكام؟ ب7. اكس ماينس اكس بار غش من العنوان. اكس ماينس اكس بار باور 2، يعني خلي كل رقم باور 2 من غير نيجاتيف. من غير ايه؟ نيجاتيف. 8 باور 2 64. 3 باور 2 9. 1 باور 2 1. 0 باور 2 0. 2 باور 2 4. 7 باور 2 49. اخر خانه بقى اكس ماينس اكس بار باور 2 اضربها في الاف، يعني دي اضربها في دي. يلا 2 تايمز 64 تطلع 128. 3 تايمز 9 تطلع 27. 5 تايمز 1 ب 5. 5 تايمز 0 ب 0. 1 تايمز 4 ب 4. 4 تايمز 49 تطلع بكام؟ 169 ولا كام؟ 49 تايمز 4 تطلع ب 196. ماشي، خلص. تعمل ايه بقى؟ واحده واحده. شايف الخانه دي كده الاخيره؟ جمعها. تعرف تجمعها؟ يلا على الكالكوليتر. 128 بلس 27 بلس 5 بلس 0 ماشي بلس 4 بلس 196 تطلع الاجابه 360. ماشي. وخانه الاف دي هي اصلا متجمعه جاهزه ومداني بكام؟ ب 20. عايز تجيب الستاندرد ديفيجن؟ خلاص خلصنا، معلش خلصنا. الستاندرد ديفيجن هي عباره عن سكوير روت الخانه الاخيره دي تتكتب زي ما هي على الخانه دي اللي هي بكام؟ ب 20 يا هندسه، وتطلع زي ما تطلع على الكالكوليتر. هتطلع روت 360 ديفايدد 20. الاجابه بتاعتك تطلع ب 4.2. الاجابه بتاعتي بكام؟ 4.2 وانا مغمض يا باشمهندس يا محترم. وخلاص تبقى طلعت الستاندرد ديفيجن. نعيدها تاني بسرعه. اداني جدول، عملت جدولين خلاص، اكس واف واكس اف، قسمت ده على ده، خلاص ماشي. وبعدين يا مستر قمت ناقل الجدول الثاني 5 خانات اكس واف. احفظ اللي فوق، اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2، اكس ماينس اكس بار باور 2 تايمز اف. مين الاكس ماينس اكس بار؟ هو الرقم ناقص المين. 15 ناقص 23 تديك نيجاتيف 8. كمل 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 كمل، كل رقم ناقص 23. اعمله باور 2 باور 2 باور 2 باور 2 باور 2. عملت باور 2 غش من العنوان، اضربها في الاف، يبقى اضرب الباور 2 في الاف، يبقى 64 تضرب في 2 سو اون جمع. وهنا مجمع سكوير روت الرقم اللي جمعته هنا على الرقم اللي جمعته هنا، وطلع الستاندرد ديفيجن بالديسيمال، يطلع الاجابه بتاعتك ب 4.2. وكده بارت من الاجزاء بتاعتنا اللي بنتكلم فيها في الحصه خلص. لو سمحت ما تتفرجش عليا، لا اقعد حل المسائل دي تاني بايدك عشان هي مهمه جدا. خد لك بريك وتعالى تاني نكمل بارت جديد في الحصه بتاعتنا. جايلك تاني. طيب بكده نبقى خلصنا الجزئيه دي من منهج الالجبرا. بعد اذنك لا تكتفي بالحته دي، احنا مصورين حته كمان في فيديو قبل كده، البارت الاولاني بقى من الالجبرا اللي بيتكلم فيه عن الكارتيزيان برودكت والكلام ده كله. روح اتفرج عليه وذاكره، وربنا معاك في الامتحان وتخرج مبسوط. وابقوا طمنوني لما تخرجوا كلكم. يلا اشوفكم على خير في مراجعه الجيومتري. باي باي.